قبل اي حاجه، قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، عشان في مقطع بس معلش يتمسح لوحده. احنا هنجيب حله نحط فيها معلقه سمنه على معلقتين زيت، ونغسل الكيلو رز عليه ربع كيلو عدس اصفر ونغسله كويس، وهنقدح السمنه على الزيت ونحط فيهم بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده. وبعد كده نحط التوابل: كزبره، كمون، فلفل اسمر، رشه بسيطه قوي، وملح مش اكتر ولا اقل، ونص معلقه مال الدجاج. وهنقلبهم كلهم في بعضيهم ونسقي الميه لحد زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، مع ربع معلقه كركم، ونغطيه ونخليه لحد ما يغلي، لحد المقدار بتاع الرز العادي خالص. نخلي المقدار بتاع الميه زي ما بنسقي الرز العادي نهائي، وهنروح مقلبينه. هيبقى بالشكل ده مع حضراتكم. هنغطيه ونسيبه لحد ما يفضل يغلي مع بعض مع نفسه، وبعد كده نوطي عليه زي الشمعة. وبكده انا غطيته وسبته يشرب ويغلي مع بعض شويه. وهنا البتنجان بقليه. بص انا مقطعه البتنجان حلقات كده، حلقات طويله، بحيث ان هو يبقى على قد اللقمه ما يقطعوش فيه، وفي نفس الوقت اعمله تتبيله حلوه قوي من غير توم من غير اي حاجه. خليكم معايا. هنا بقى اقول لكم على الصلصه، اعمل لكم طريقه صلصه حلوه قوي. هنحط حبه زيت بالشكل ده كده، واحط فصين توم كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. دول فصين توم مفرومين. والتركايه حلوه قوي بقى ان انا دي مقطعاها طماطمايه صغيره، مقطعاها حته صغيره خالص، اخديها تيجي مع توم واخليها تدي في بعض مع التومه. انا هنا ما خليتش التوم تاخد لون او اي حاجه، لا هخليها تاخد. هنا هو بص انا سبت التومه شويه مع الطماطم تاخد تدي مع بعضها شويه كده. شايفين بقى شكلها حلو قوي ازاي. واروح حاطه نص معلقه من هريسه الشطه واقلب كده شويه. اروح بقى مطشره بايه؟ شويه خل. شويه خل، حط شويه خل فيها هتاكلي احلى صلصه بتاعت كشري. تنفع للكشري وتنفع للرز بعدس ديت، تنفع للمكرونه، تبقى رهيبه جدا. اللي بيحبوا المكرونه بالخل، انا ساعات بعملها بالخل تبقى جميله قوي. اخليها تغلي شويه كده، اروح مصفيه فيها القوطه، احط كده مصفى صغيره واصفي فيها الطماطم كده. كل ما الطماطم تبقى متصفيه وخاليه من البذر بتبقى احلى الصلصه. اصفيها كلها كده بنفس الشكل كده. خلوا بالكم وانتوا بتصوروا، انا عشان بصور بايد وبعمل بايد عشان اعيشكم الحاجه معايا لحظه بلحظه. ودلوقتي انا صفيت الطماطم كلها بالشكل ده كده. احط لها بقى التوابل واسيبها تتسبك. التوابل عباره عن بابريكا، كزبره، مرق دجاج، فلفل اسمر، نص معلقه سكر، توم باودر، بصل باودر، مع ربع معلقه كمون. هحط كل التتبيله دي هنا واديها تقليبه واغطيها واسيبها بقى تدي مع نفسها. هنا هو احنا خلصنا قلي البتنجان. هقول لكم التتبيله بتاعتها بقى هي خفيفه وحلوه قوي من غير توم. انا معايا معلقتين 3 هريسه شطه،
وحطيت عليها ملح بالشكل ده كده على حسب الكميه، وحطيت عليها نص معلقه كزبره ورشه من البابريكا وشويه خل، واعصري بقى ليمون على قد ما تقدري. التتبيله دي توديلك البتنجان في حته تانية خالص، مع الملح طبعا وحياة الملح. التتبيله دي توديكي البتنجان في حته تانية بصراحه. ربنا طعمها رهيب جدا وخفيفه، جربوها يعني هتأدمنوها من غير الثوم، وهتحسوا ان البتنجان خفيف قوي قوي. ومع التقطيع اللي انا قطعتها بيبقى اسهل. في ساعات اللي بياخد البتنجانه ما بيقدرش يكملها على بعضها، ما بيحشوها مع بعضها كده وهي مقفوله. لا انا قطعتها بالشكل ديت. اهي التتبيله اهيت، عصرت عليها الليمون 3 4 ليمونات كتير، كبار او صغيرين عادي على حسب كميتك. حط شويه خل، واحط هنا شويه خل. انا قطعتها بالشكل ديت، تبقى سهله جدا على اللي بياكل، ما ياخدش بتنجانه يبوظها، بتبقى سهله قوي. واروح مقلبه كل ده ورا بعض كده. هروح حاطه التتبيله دي كلها كده كده بالشكل ده كده، واقلب بقى في بعض. واحطها في علبة تحفيظ، علبة حفظ للتلاجة دوت اهو كده. انا حطيتها في علبة الحفظ. بتنجان شكله جميل جدا وطعمه روعة، جربوه كده من غير توم هتحبوه جدا. حطيته في علبة حفظ زي كده وتاكلي منه احلى اكل ممكن تاكليه بعيش من غير اي حاجة. انا اولادي بياكلوه ساعات بعيش عشان خفيف. وهنا سلقت بيض، ودي الصلصة. والله ما قادرة اوصف لكم ريحة الصلصة عاملة ازاي، ريحتها حلوة اوي 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 اوي. وهنا هنشوف الرز. بسم الله ما شاء الله على الريحة، وفلفل جميل جدا. اتمنى تجربوها بنفس طريقتي، هتعجبكم قوي. واكله خفيفه وتغيير في نفس الوقت. والاكله كلها عباره يعني ودي دينا حضرت اكلتنا. هي خفيفه النهارده وبسيطه. هي رز بعدس، وهي كشري اسمه رز بعدس مع صلصه لذيذه قوي مع بيض مسلوق. ما رضيتش اعمله بسمنه عشان برضو يبقى خفيف، وبتنجان المخلل. وهي دي اكلتنا النهارده بسيطه، اتمنى تعجبكم، وياريت تعملوها بنفس الوصفه بتاعتي دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.